السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ وحشتوني. والنهارده راجعين بوصفة جديدة، وصفة اقتصادية زي ما انتم شايفين كده بمكونات بسيطة. تعالوا بقى نشوفوا الوصفة الجامدة ديت من وصفات اخر الشهر بدون لحوم او فراخ. تعالوا بقى يلا نشوفوا الجمال ده، ولا ريحتها وطعمها مش قادرة اقول لكم عاملة ازاي. متنسوش تدعموني على صفحة أميرة مجدي. اخر الشهر بقى وعايزين وصفات من غير لحوم ولا فراخ، وصفات التوفير. تعالوا يلا بقى نشوف الوصفة الجميلة ديت بتاعت الجميلة منى عطية. تعالوا يلا بقى نشوف الوصفة ديت عملناها ازاي. متنسوش تدعموني على صفحة أميرة مجدي. قشرت البطاطس بالسمك ده، ولا رفيعة ولا تخينة. بعد كده هقسم البطاطساية نصين بالشكل ده. كل الكمية هنعملها كده. هنجيب بقى الصينية ونرصها بالشكل ده. رصيت كل الكمية بالشكل ده. نص كوباية لبن، نزلت عليهم ببيضتين، ملح، فلفل اسود، 7 بهارات، اي توابل عندك بقى. هنقلب بقى كل ده مع بعضه بالبيض باللبن. شوية جبنة مبشورة، اي نوع جبنة مبشورة عندك. هنقلب بقى على وشها. هننزل بقى بايه الجبنة المبشورة كده على الوش. اي نوع جبنة يعني، ما توقفيش نفسك يعني. عندك بواقي جبنة حطي، عندك جبنة موتزاريلا، عندك جبنة رومي، اي نوع جبنة حطيها. انا ساعات بيبقى عندي كده بواقي جبن كده حتت صغيره، بروح واخداها احطها في الفريزر. لو عندي اي حاجه وصفه ولا حاجه بروح احطهم فيها كده، بتدي طعم يعني، بتدي طعم فيها. انا بقى مشغله الفرن من قبلها. طلعتها بقى من الفرن بتبقى بالشكل ده كده اهو. بسم الله ما شاء الله، اللهم بارك. ولا ريحتها والله العظيم حاجه تحفه. شايفين من جوه عامله ازاي؟ بسم الله ما شاء الله. والبطاطس مستويه تحفه والله العظيم. تنسوش تدعموني على صفحة أميرة مجدي. بحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.